القوميات التي جاءت إلى سوريا أو موجودة اليوم في سوريا حقيقة، إذا تمعنا وتفحصنا فيها نرى بأنها هي بالأساس قدمت إلى سوريا أو إلى بلاد الشام واندمجوا مع الشعب في بلاد الشام أو مع الشعب السوري، سواء الآشورية أو الكردية أو الأرمنية أو الشركسية وحتى التركمانية. هذه الأقليات اليوم موجودة في سوريا، يعني 5 قوميات أو 6 قوميات. في الحقيقة يعني لا نسمع بموضوع الفيدرالية إلا من الأخوة الكرد، علما بأن الكرد يحتجون بأن هم كان لهم كيان وكانت لهم دولة عام 1500 قبل الميلاد، دولة الميديون كما يقال، وهذه الدولة تم إنشاؤها وإقامتها شمال بحر قزوين واستقروا في الشمال الغربي لإيران. أي أن كل القوميات الموجودة الحالية فيما يسمى بلاد الشام هي قوميات وافدة استوطنت في هذه البلاد وكان لها كافة الحقوق. نعم قد يكون الكرد أو أخوتنا الكرد في التعبير الصحيح قد ظلموا بمرحلة من المراحل، ولكن هذا لا يعني بأن أن نغير التركيبة أو أن نغير نظام الحكم أو آلية الحكم في سوريا وأن تكون الفيدرالية بداية للتقسيم.